اكتشفت لكم ابلكيشن بيخليك تعرف تشتري اللي انت عايزه من بلاد بره بطريقه جامده جدا. اسم الابلكيشن ده فويشيب، او في الواقع هم طريقتين. اول طريقه ان هو بيوصلك بمسافرين في البلد دي، وانت بقى بتخش تتواصل معاهم، تتفقوا على مكافاه تشحن الحاجه عليه ويجيبها لك وهو جاي. والطريقه الثانيه انك تخلي الابلكيشن نفسه هو اللي يجيب لك الحاجه ديت ويوصلها لك لحد باب بيتك، ارخص سعر موجود. لو مهتم كمل الفيديو لحد الاخر عشان اقول لك كل التفاصيل. وبرضه هيبقى معانا محمد من فويشيب مجهز لك كل الاسئله اللي هتخطر على بالكم علشان نعرف كل حاجه، عشان دي ايه فيها فلوس وما فيهاش هزار. طيب تعالوا كده نفتح الابلكيشن مع بعض وناخدها واحده واحده ونشوف الدنيا عامله ازاي. هتلاقي لينك التحميل تحت في الديسكربشن. هتلاقي عندك 3 حاجات اساسيه: انشاء رحله، اضافه شحنه، انشاء طلب. الاولانيه دي بقى لو انت مسافر وعايز تاخد اوردرات من الناس بقى وتعمل فلوس، حتى هو كاتب لك فوق ايه سافر اشتري واعمل فلوس. دي ليها بقى فيديو لوحدها وتجربه كامله ونشوف هنعمل فلوس منها ولا لا. في الفيديو ده هنشوف ازاي نشتري من فويشيب ونتواصل مع مسافرين. طبعا اول حاجه يقول لك ايه لازم تسجل دخولك. طبعا يقول لك روح على الايميل بتاعك علشان بعتنا لك كود ايه تاكيد. اختار صوره، حط صوره علشان تزيد فرصتك، علشان الناس تطمن ان انت بني ادم عادي عندك صوره. لو نزلت تحت برضه هتلاقي يقول لك اكتر الوجهات الرائجه اللي هي بقى فيها رحلات كتير الناس جايه عليها ورايحه منها. هندوس اضافه شحنه، هنختار مكان الشحنه من مثلا المانيا، توصيل الى مصر القاهره، وتقول انت عايز الشحنه دي قبل يوم كام، 16/5. هنا بقى يقول لك مكان المقابله مع المسافر، عايز تتقابلوا في حته في النص، هنتقابل يا سيدي عند كايرو يونيفرسيتي جامعه القاهره مثلا. هنا هتحط بقى رابط المنتج اللي انت عايز تشتريه، امازون جيرمان مثلا. عايز السماعات السنهايزر دي، تاخد اللينك بتاعها. يقول لك هنا اول حصول على الرابط من متاجرنا الالكترونيه. هنا هم بيرشحوا لك متاجر معينه هم واثقين فيها، بيست باي، امازون. هتختار القسم، هتقول ده ايه، اجهزه، ايباد، لابتوب، بلاي ستيشن، هكذا، اكسسوارات، تفاصيل، سماعه سنهايزر، سعر المنتج بالدولار، وزن، هتلاقي برضو الوزن على امازون، الكميه لو انت عايز اكتر من واحده تكتب واحده. طبعا لازم تحط صوره للمنتج. هنا بقى نعمل مراجعه على الاوردر، من القاهره لبرلين، نتقابل عند مبنى الهندسه، السماعه ثمنها $100، وزنها كيلو، والعدد 1. هتلاقي بقى هنا بقى الرسوم. تعالى بقى نتكلم شويه ايه عن الرسوم. ركز بقى معايا علشان الخطوه اللي جايه دي بقى هيكون فيها الفلوس، واشرح لك ايه الحاجات اللي انت هتدفعها. اهلا اهلا اهلا، معانا محمد من فويشيب. انا اسمي محمد الجوهري، فاوندر اند سي او لفويشيب. او فويشيب هي بلاتفورم بتوصل ما بين اي حد مسافر وما بين اي حد عايز يعمل شوبينج او يشتري او ينقل حاجه من مكان لمكان. نعتمد على المسافرين في نقل او الشراء بتاع الحاجات بتاعتنا من الديستنيشن اللي جاي منها المسافر. انا ايه مجهز لك، بص شويه اسئله ايه عنب، علشان انا محضر لك كده نسكافيه عشان اقعد ايه مخمخ معاك. هدفع كام وليه؟ كل فئه سعر الكيلو بتاعها مختلف عن التاني، بس على سبيل المثال وليس الحصر، الرينج بتاع كيلو الهدوم او الملابس من 10 ل 20 دولار للكيلو. ايا كان المسافر ياخد منك ايه، احنا بناخد منك كوميشن 20% من اللي بياخده المسافر. يبقى كده اول حاجه انتوا بتاخدوا 20% من ايا كانت القيمه اللي المسافر هو اللي هيحددها. مينيمم وماكسيمم، حد ادنى وحد اعلى. كيلو الملابس ده من 10 ل 20 دولار، انتوا بتختاروا رقم في النص وانت بتقدم له اوفر، وهو كمان يقدر يقدم لك اوفر. بس ما يقدرش هو يعلى عن 20 دولار وما اقدرش انا انزل عن 10 دولار. لا، في سقف. فكده 10 دولار للمسافر. فويشيب هياخدوا 20% من ال10، يعني كام؟ لفويشيب فيز نفسها في حد ادنى، الحد الادنى بتاعنا دلوقتي 10 دولار. العموله بتاعته انتوا هتاخدوا الفيز بتاعتكم. ثالث حاجه وهي الانشورنس، التامين. ده محور العمليه كلها. في الاول وفي الاخر احنا بننقل حاجه، فانت كشوبر او متسوق بتبقى حابب يعني تطمن على ان حاجتك هتوصلك بالسلامه، والحاجه دي مش جايه مع شركه، مش جايه مع شركه شحن. احنا في الاول وفي الاخر منصه بتوصل ما بين طرفين. طيب احنا نضمن لك حقك ازاي؟ اولا احنا بنعمل اجراءات كتيره جدا علشان نضمن ان المسافر اللي موجود عندنا ده شخص موثوق فيه. ان احنا بناخد كل البيانات بتاعته المتعلقه بجواز السفر. مفيش اي رحله بتتحط على الابلكيشن غير لما نتاكد ان هي رحله صحيحه مش فيك. انت مسافر حقيقي، انت بتدفع 5% من قيمه المنتج بتاعك مقابل تامينه. طيب دلوقتي يا محمد انت بتقول لي ان مثلا التامين دوت 5% تمام من قيمه المنتج. انا مثلا جاي موبايل ب $1000، طب ما انا ممكن اقول لك ان هو مثلا ب $100 عشان لما اجي ادفع 5% ادفع $5. ممكن تحطه ب$1 وان شاء الله ما يحصلش حاجه. بس وانس ان حصل حاجه لا قدر الله خارجه عن ارادتنا وخارجه عن الظروف الطبيعيه كلها، ولا قدر الله المنتج بتاعك ما وصلكش، تمام، احنا مسؤولين ان احنا نعوضك ب$1. صح كده؟ فهي اختياري واجباري في نفس الوقت. الحاجه الاخيره بقى، رابع حاجه الشوبر هيدفعها، هي رسوم فتح الشات. يعني ايه فتح الشات؟ دي حاجه احنا بنتميز بيها عن ناس كتير غيرنا جدا. ان في ناس كتيره جدا بتقف عند مرحله ان هي مش عارفه تتواصل مع المسافر عشان تظبط تفاصيل معينه. عايز المسافر وهو جايبها يغلفها بطريقه معينه، او طلبات خاصه للمنتج اللي انت عايز تجيبه. عايز تجيب وجبه بيك من السعوديه سخنه، ان انت تقدر تدفع $5 دول نون ريفاندبل، تمام، $5 فقط تقدر تتواصل مع المسافر وتطلب منه كل الطلبات اللي انت عايزها. يعني انت دلوقتي قصدك ان $5 دول بدفعهم قبل ما اخش معاه في الديل. يعني انا مثلا عندي تخوفات عايز اساله الاول، انت لسه على البر، $5 ديت علشان ايه؟ تطمن منه على حاجه، تستفسر منه على حاجه. هل انت هتبقى موجود في المكان الفلاني؟ هل انت هتعرف تستلم الاوردر؟ هل انت ده العنوان الصح؟ اللي هو من الاخر كده ايه،
فتح كلام فتح 5 كلام. دولار. حلو بالظبط جدا. كده. اطمنت والدنيا تمام. لو حابب تكمل الديل مع المسافر بيتخصموا من العموله الكليه، حقك. ولكن لو ما اتفقناش يبقى انا ايه، خسرت 5 دولار احسن ما اخسر بقى ايه احسن ما تخسر مثلا ديل كامل كله مثلا ب 50 او ب 100 دولار، وده اوبشنال في الاول وفي الاخر. طيب كده في 4 حاجات الشوبر هيدفعهم. اول حاجه 20% فويشب من قيمه الايه المسافر هياخدهم مني، ولكن بحد ادنى 10 دولار. تاني حاجه عموله المسافر فيها حد ادنى وحد اقصى، بتختلف على حسب الفئه. تالت حاجه 5% تامين، وانا اللي بحدد القيمه ديت وعلشان دي بتضمن لي حقي. رابع حاجه بالظبط 5 دولار فتح شات، فتح كلام كده بس علشان ايه تطمن مع المسافر، وفي الاخر بيتخصموا من الايه التوتال. كده في حاجه ثانيه بقى انا بدفعها. الشحنه اهي والتفاصيل اهي، تحت بقى الايه الفلوس اللي هتدفعها. مكافاه المسافر 25 دولار، بتبدا من 25 دولار. رسوم فويشب 10 دولار زي ما قلنا، هي 20% ولكن في مينيمم 10 دولار. رسوم التامين على الشحنه 5% من سعرها اللي هي كام 2.5 دولار، فاللي هندفعه حوالي 38.5 دولار. بندوس اضافه الشحنه. هنا بقى هيقول لك الرحلات المتطابقه دي، الناس اللي جايه من البلد دي قبل الميعاد اللي انت عايز فيه الحاجه. 1 2 3 4، في 4 مسافرين. لو دخلنا كده على اول حد ونخش نقرا التقييمات، هتلاقي ناس كاتبه ايه، ثانك يو شكرا جزيلا، تعامل راقي، انسانه محترمه جدا، جريت ان ايزي اميزنج. فالتقييمات عليها كويسه جدا. عامله 17 رحله وعامله 28 شحنه، موثقه جواز السفر، رقم التليفون، الايميل والدفع. تمام، نخش نختارها ونكتب تقديم عرض. فانت عندك هنا مكافاه المسافر، انت اللي بتختار. 25 يقول لك فرصه ضعيفه، ولكن انت برضو ممكن تخش تظبط معايا وتفاصل وكده، ولكن ما ينفعش تقل عن 25 وتدوس تقديم عرض. ممكن تقدم عرض لكذا حد تاني، ولو حد قبلك هيتبعت لك نوتيفيكيشن انك جالك عرض على ايه البتاعه دي. هتلاقي هنا بقى في النوتيفيكيشن فوق كده اهوت، فوق يقول لك هنا ايه، عندك عرض جديد على شحنتك من برلين للقاهره، تحب تشوف؟ يا عم احب اشوف. هنا حد من المسافرين قال لي ان هو عايز 30 دولار، ممكن نعمل تعديل للعرض، ممكن نرفض وممكن نقبل العرض. قبلنا العرض والدنيا تمام. التكاليف عندنا هنا ايه، يا اما ندفع بقى ندفع الفلوس، يا اما ندفع 5 دولار زي ما قلنا علشان نتحدث مع المسافر، نتاكد كده نشوف راجع يوم امتى، هل معاك سماعات تانية، هل ممكن تتجمرك، الكلام ده كلها ممكن ندفع 5 دولار للتحدث مع المسافر ونفهم الدنيا قبل ما ندفع. كده احنا على بر الامان. لو دفعنا ال 5 دولار واتفقنا معاه والدنيا تمام، هيتخصموا من التوتال في الاخر. حته الجمرك بنسبه 95% الحاجات دي بتتحسب استخدام شخصي، انت جايبها كانك جايبها مع صاحبك اللي جايلك من بره. بتتكلم برضه في كميات معقوله، احنا مش حد بيهرب حاجات من الجمارك، ملتزمين بقانون الدوله اللي احنا بنشتغل فيها. مأمور الجمرك شاف ان المسافر جايب حاجات لازم تتجمرك، ولا بد ولا مفر ان الحاجه دي تتجمرك، هتتجمرك. المسافر دفع قيمه جمركيه على حاجتك 5000 جنيه وجاب لك ايصال بيهم، انت ملزم انك تدفعهم بالايصال. 95% من تجاربنا مع الناس الحمد لله الحاجه ما بتتجمركش، لانها حاجات عاديه وبتيجي بيرسونال يوز او استخدام شخصي مع المسافرين. اظن هنا هتبقى حلوه قوي ال5 دولار بتاعت فتح الشات اللي انت بتدفعهم دي، علشان تخش تتكلم مع المسافر قبل ما تخلص الديل، تعرف كده وتساله وتقول له هل انت جايب حاجات كتير، هل انت جايب مثلا موبايلات تانية، هل انت ايه نظام الجمارك معاك، جاي على انهي مطار. في ناس مسافرين امنا جدا بيقول لك ان انا لا انا جايب مثلا حاجات زي كده فانا ممكن اتعرض للجمرك. لا، حابب تكمل تمام، مش حابب تكمل براحتك. لو المسافر جايب اكتر من حاجه من نفس الايتم على الابلكيشن ما بنعملش ماتشنج معاك، او حتى لو بنعمل ماتشنج معاك بنديلك كونفirmation ان الراجل ده معاه اكتر من ايتم من نفس الحاجه، فانت حابب تاخد الريسك ولا لا. واظن في حته جميله قوي برضو لما يجي يختار المسافر والرحلات اللي قصاده، هي ريفيوز. صح، ريفيوز على المسافرين. انا عارف ان في ناس كتير ما بتهتمش بموضوع الريفيوز، بس احنا ليتلي خليناها اوبليجيتي، الزاميه، علشان نخلي الناس انقل تجربتك عرفني. بالظبط، انقل تجربتك للناس. دلوقتي في واحد ممكن مثلا يستغلى العموله مثلا، او شايف ان هي كتير ويروح مشغل دماغه ويروح قايل ايه، ادفع ال5 دولار بس والاقي لستة المسافرين واخش ابعت لهم اقول له ايه، تعالى نتكلم على الواتساب، تعالى هظبط لك الديل وناخد مش عارف ايه بدل الابلكيشن. موجودين وعمرنا ما هنخلص منهم، وبرضه هو حر في اختياره، مفيش مشكله. بس ليها حاجتين، يعني جانب ايثيكال اخلاقي، في الاول وفي الاخر انا اللي موصلك، او يعني الاب هو اللي موصلك بالشخص ده، فانت كانك انت دخلت اشتريت اكل وما حسبتش عليه بالظبط، سرقت. الجانب التاني لتامينك انت، ودي حصلت اوريدي، يعني خليك في الامان، خلي حاجتك دايما على الابلكيشن، خلينا نتراك اللي بيحصل ما بينكم وما بين بعض علشان نقدر نامنك وحاجتك توصلك سليمه. يبقى احنا ما ينفعش الناس انها تطلع بره. انا عارف ان ممكن يكون الموضوع مغري شويه، اللي هو ايه، طب ما نتفق مع بعض بره وشكله واحد ابن ناس وبتاع، بلاش. جايب حاجه ب50 زودهم 10 دولار كمان، بس خليك مطمن. سؤال، هل ينفع المسافر هو اللي يروح يشتري لي حاجه؟ ساعات كتير بتحصل. انا شايف ان في اوفر مثلا موجود على الستور الطبيعي ارخص، او في حاجه انا عايز اشتريها وهي مش موجوده غير في الستور. على سبيل المثال اللي انا كنت لسه قايله، وجبه البيك اللي الناس كلها بتبقى حابه تشتريها من السعوديه،
بنقول مفيش مشكله خالص ان المسافر يقدر يساعد في حاجه زي كده. تبقى موضح في الديسكريبشن او في الوصف بتاع الشحنه بتاعتك انك عايز المسافر يروح يشتريها لك من المكان ده، وانك ممكن تديله اكسترا فيز، ممكن تظبط له الدنيا. انت عايز تقول له انا هحاسبك على المواصلات، فانت بتكتب له مثلا في الديسكريبشن كده طالما ان الحاجه ليجل. تمام، مش حد جاي من امستردام اقول له روح هات لي حاجه، لا. أيوة. لازم تكون جايه من مصدر موثوق، ولو حد هيسلمكم الحاجه انتم من حقكم تفتشوها. حاول توضح كل حاجه في الديسكريبشن علشان المسافر تقلل من اخر الكلام والاتفاقيات. واحنا سايبين لك فري تكست تقدر تكتب اللي انت عايزه. خلينا نفترض ان انت عايش في اسوان وانت حابب تطلب حاجه وكل الناس جايه على مطار القاهره، احنا مديلك اوبشن لطيف جدا اسمه هوم ديليفري. في كورير تبعنا بيروح ياخد الحاجه منه ويوصلها لحد عندك. بلاش ننقل ذهب ومجوهرات، بلاش ننقل فلوس، في لسته بالحاجات الممنوعه اللي احنا ما ينفعش ننقلها. احنا بننصح الناس ما تنقلش الكحول برضو، بس الناس برضو بتنقله. الاسلحه طبعا ممنوعه، يعني مثلا اقول انا ببعت خنجر ذهبي ما اعرفش ايه، لا بلاش. انواع ادويه معينه بالظبط. ناخد بالنا يا جماعه من الادويه، علشان الادويه ممكن ما تكونش مثلا في البلد اللي انت فيها مصنفه انها جدول، وممكن تكون في البلد اللي مسافر ليها تكون جدول. هل في بلاد تانية او هل في بلاد معينه بتنصحوا الناس تشتري منها؟ انتوا هيكون الدنيا عندكم اسهل. ايه اكتر بلد عليها مسافرين الكلام ده؟ يعني كانت ترند جدا امريكا الفتره، تمام، بس دلوقتي اللي ترند جدا المانيا في اوروبا والسعوديه. اوكي، انا عارف ان الامارات فيها حاجات هي ابيلينج جدا لناس كتير، بس سنس موضوع الحاجات المضروبه بدا يطلع كتير، وفويشيب عندها مقر موجود في المانيا، فاحنا كمان فاسيليتيت موضوع الشوبينج للناس من اوروبا ومن المانيا بالذات. في عندنا مسافرين كتير باستمرار من هناك، وبديل كويس جدا وجودته اعلى من الحاجات بتاعه امريكا. اتمنى نبقى جاوبنا على معظم كل الاسئله. انا عارف ان يكون في اسئله، ولكن انا ومحمد برضه هنبقى معاك في الكومنتات، فلو حد عنده اي سؤال يخش يكتب في الكومنتات واحنا هنحاول بقدر الامكان نجاوب على كل الاسئله. حاجه كمان بقى، لو انا بجيب شغل باستمرار وسمعت ان في وير هاوس وحاجات كده، ايه الموضوع ده؟ احنا نعتبر اول كراود شيبنج بلاتفورم او اول منصه شحن تشاركي تخدم اصحاب البيزنسز او الناس اللي عندها بيزنس معتمد على بضاعه او شغل بيجي من بره، يقدر يتواصل معانا وان شاء الله نظبط له الدنيا. طيب دلوقتي خلينا نرجع للحاجات الفرداني، سنجل ايتمز، القطاعي من الاخر. دلوقتي لو انا دخلت ما لقيتش شخص بيسافر، ما لقيتش شخص جاي من البلد اللي انا عايزها او في الوقت اللي انا عايزه، يعني انتوا اللي عاجبني ان انتوا مقدمين خدمتين في نفس الابلكيشن. خدمه المسافر اتكلمنا عنها، الخدمه الثانيه بقى ان انتوا نفسكم اللي بتطلبوا لي الاوردر وبتدفعوا لي وبتعملوا كل حاجه. عندنا سيرفيس لطيفه اسمها ميك اوردر، دي حاجه شوب اند شيب. فانت بتدينا التفاصيل بتاعه الاوردر بتاعك، بعد ما تدخل لنا البيانات احنا بنقول لك ده هيكوست كذا، اوكي، هيكوست 100 يورو، فانت بتدخل تدفع لنا ال 100 يورو، 3 اسابيع ماكسيمم بنجيب لك الحاجه لحد باب البيت. احنا شغالين في السيرفيس دي من اوروبا والسعوديه، دول بس الديستنيشنز اللي احنا شغالين فيها. من الصين، تايلاند، فيتنام، تايوان، من ماليزيا، اندونيسيا، اي حد محتاج يطلب اوردر من الاماكن دي احنا بنوفر له عنوان موجود في السعوديه يشحن عليه، بيبقى فيه بلس تقريبا 15% للجمارك السعوديه، وبعد كده الحاجه بنقدر نجيبها على مصر. هتدوس على انشاء طلب، هنا هيقول لك ان فويشيب بيعرف يجيب لك الحاجات من اوروبا والسعوديه زي ما اتفقنا. هتدوس اطلب الان، وقبل ما تدوس اطلب الان ممكن تحسب التكاليف. هم عندهم مواقع وبراندات ممكن تختار منها على طول، او ممكن تخش انت تضيف البيانات بنفس اللون والكميه وكل حاجه وتدوس اضف للسله، تختار العنوان بتاعك اللي عايزه يوصل على هنا في مصر، دي سعرها مثلا حوالي $300 مثلا. فهيقول لك بقى مصاريف فويشيب هياخدوها منك، هياخدوا $10، الشحن الدولي والجمارك $36، سعر تغيير عمله 38 جنيه. طبعا نظرا من الظروف ده السعر اللي هيعرفوا يوفروا لك بيه العمله. هتدوس قبول الشروط والاحكام وبعدها هتدوس ادفع الان. بص مش هكدب عليك الصراحه، في كذا موقع حتى انا عملت لهم فيديوهات واشتغلت معاهم وجبت من عندهم بيعملوا نفس الخدمه دي، الخدمه الثانيه بتاعت كلها ميك اوردر. ايه اللي يخليني اسيبهم واروح لفويشيب؟ طيب احنا قال تقريبا 60 ل 70% من الاسعار اللي موجوده علشان سبب واحد بسيط جدا. 60 70 احنا معتمدين على الايه؟ انت بتقول 60 70%، ده رقم كبير. 60 70% من سعر الشحن والنقل وتكلفه التوصيل بتاع المنتج ليك، مش تكلفه المنتج نفسه. طبعا المنتج نفسه انت هتدفع سعره ثابت. ليه بقى؟ ببساطه جدا عشان احنا بنجيب الحاجه مع المسافرين، اوكي؟ ده مش سر، يعني ده مش سكرت صوص خالص والله ولا حاجه. ده بس الحلو في الموضوع ان انا بريح دماغي خالص من كلام مع ناس من جمارك، وان لو اتجمركت او كده انتوا اللي بتتكفلوا كل حاجه، انتوا اوريدي واخدين نسبه معينه للجمارك، دفعتوا اكتر بالظبط انتوا اللي هتتحملوها. اللي احنا متفقين عليه مع بعض، انت هتدفع كذا، انت دفعته خلاص، انت ليك الاوردر. هل انا بدفع حاجه على الموقع ولا انتوا اللي بتشتروا كل حاجه؟ افرض انا مثلا الفيزا بتاعتي ما فيهاش لا ما فيهاش ليميت، انت ما بتشتريش حاجه خالص، انت بتدفع لنا واحنا اللي بنشتري لك. مش عايز احط الفيزا بتاعتي على اي موقع من المواقع، انا بخاف يا سيدي. لا 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 خالص، انت بس بتدفع لنا الفلوس، تمام؟ وعندنا اكتر من طريقه، انت يعني حاليا الطريقه الموجوده تقدر تدفع بالكريدت كارد عادي،
بس لو مش حابب تدفع بالكريدت كارد وشايف ان انت حابب تدفع لنا كاش، انا اسف، بانك ترانسفير ممكن، مفيش مشكله. تحويل بنكي عادي موجود بالظبط. في انستا باي. طبعا في انستا باي. حلو قوي، بس كده زي الفل. اكيد في طبعا اللي هو زي رسوم الشحن الدولي، الجمارك، عموله الدفع، عموله التحويل، الشحن، الكلام ده كله انتم موضحينه. يعني هلاقي ان سعر المنتج كده والحاجات دي ايه كده اهو. الموضوع يعني الموضوع مش مجرد اللي هو ايه انت المنتج ب 100 انتوا خدوا 10 وهاتهولي. الموضوع فيه اكتر من كده عشان الناس بس ساعات بتسال طبعا هم ليه بيخدوا كل ده. كل الحاجات دي بتبقى واضحه ليك، ده احلى حاجه، هو ديتيلد ريسيت، ان انا ببقى عارف انا هدفع كام توتال. احنا طبعا مش ماشيين بالسعر الرسمي للبنك زي اي حد، احنا ماشيين بالسعر اللي احنا نقدر ننفذ لك بيه الاوردر. النهارده مثلا انت هتطلب اوردر باليورو، بندي لك السعر اللي احنا نقدر نجيب لك بيه اليورو. اكيد طبعا بسبب الازمه اللي موجوده. الشحن في خلال كام يوم؟ بالنسبه للميك اوردر بنتكلم ماكسيمم 3 اسابيع. ده مش معناه ان الحاجه ممكن توصلك بعد 3 اسابيع، ممكن توصلك بعد اسبوع. انا شايف ان الخدمه دي حلوه قوي للناس اللي مش حابه انها تخش في نقاشات وفي جدالات وتامين وناس. انا مش بخوف الناس من موضوع المسافرين، ولكن تبقى لازم عارف ان مش هقول ان في ريسك، ولكن عمر ما هيبقى لا خالص. وفي ناس ما عندهاش وقت، يعني في ناس ما عندهاش وقت ان هي ولا دماغ تفولو اب ان في مسافر جاي، تقعد ما عندهاش اكسبيرينس ان هي تطلب الاوردر اونلاين من بره مصر وتقعد تتابع ان الاوردر وصل ولا لا، تبقى عايزه الحاجه تجي لها وخلاص تريح دماغها. يعني مفيش مشكله، ده موجود نقدر نعمله. بالظبط، في مقابل مبلغ زياده بتريح دماغك وبتشتري راحه بالك. طبعا انا مبسوط الصراحه بالخدمه ديت. اول حاجه علشان جزئيه ان ميك اوردر ارخص من، انت بتقول لي كل اللي موجودين رقم كبير، انت مش بتقول لي 10% ولا 20%، انت بتقول لي 60 70%. دي حقيقه. انا شايف صراحه انها تجربه حلوه، خصوصا في الازمه اللي احنا فيها اليومين دول. فعلا المنتجات هنا بقت غاليه، غير انها غاليه المنتجات مش موجوده، حاجات كتير قوي مش موجوده، الاوبشنز بره بالهبل. احنا شويه عندنا بعد انساني اكبر من الصوره بتاعت ان احنا بنوصل الناس ببعضها. ناس كتير جدا مغتربه وما معهاش حتى تكلفه تذكره السفر ان هي تنزل بيها لاهلها. ناس بتنزل كل 2 و3 مره. احنا بنقول لهم لا يا جماعه، انتوا ممكن تستخدموا الفكره اللطيفه دي وتقدروا توفروا مصاريف السفر من خلال انكم تساعدوا ناس تانية عايزه تجيب الحاجات معاكم. اوكي، فهي وين وين سيتويشن. يعني حاجات كتيره جدا بتحصل واحنا شفناها قدامنا وبعينينا. في حد محتاج دواء معين مش موجود في المكان، وده حياه او موت بالنسبه لحد. ناس بتبقى واقفه على ورقه مهمه، ممكن ما اعرفش شهاده ميلاد هو بيقدم لابنه في مدرسه ومش لاقي حد يجيبها له. وسيط موجود في النص، بنحاول نخلي طرفين يساعدوا بعض، بيبقى فيها استفاده ليهم هما الاثنين. هو فعلا مفيش حد بيحاول او مفيش حد بيعرف يقدم حل للمشكله غير اللي كان بيعاني منها واقع فيها وعارف كل بالظبط. دي حقيقه. احييكم الصراحه على الفكره، جميله جدا. وبرده في الاول وفي الاخر اكيد بتساعدوا بعض، ولكن لا انت تيجي عليا ولا انا اجي عليك. مجهودك ده هيكافئ في حدود المعقول. نحاول على قد ما نقدر من مش عايزين نقول نستغل المنصه ونطلب فلوس زياده، نابيوز الموضوع، خلينا نخلي الدنيا جميله. مش عايزين نقول التجار يمتنعون، ولكن نحاول على قد ما نقدر نخلي الموضوع جميل. يعني انا شايف ان هي خدمه جميله بتساعد دلوقتي في الازمه وازدهرت دلوقتي في الازمه، فنحاول على قد ما نقدر نخلي الموضوع يا جدعان انتوا فاهمين انا قصدي اقول ايه بالظبط. بس واحنا موجودين لو احتجتوا اي حاجه في اي وقت، احنا موجودين، تقدروا تتواصلوا معانا، وان شاء الله اي حاجه عندكم احنا نقدر نساعدكم فيها. يعني سواء في كومنتات الفيديو ده او خشوا كلموا فويشيب على الارقام بتاعتهم او على الايميل او الصفحه بتاعتهم. هسيب لكم كل حاجه طبعا في الديسكربشن، والفريق عن محمد هيتواصل معاك ويفهمكم كل حاجه قبل ما تدفع ولا جنيه. انا مبسوط جدا والله احنا اتكلمنا في الموضوع ده النهارده يا محمود، ويعني حاسس ان ان شاء الله هيكون الفيديو مفيد للناس ويوضح لهم ازاي السيرفيس بتمشي. طب لو عايز اعمل فلوس استنى الفيديو الجاي ولا اعمل ايه؟ يلا بينا بقى نعمل فلوس في الشنطه. ايوه استنوا بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله، او فيديو مش الفيديو اللي جاي، يعني فيديو قريب يوضح لكم الدنيا من مكان يعني من المكان اللي احنا بنعمل فيه الفلوس. هنشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي. اعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو، وهتلاقوا لينكات فويس تحت في الديسكربشن. وبس كده، سلام.